السلام عليكم، معاكم من مطبخ شيماء. لو اول مره تشوفوني يا ريت تشرفوني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتي اللي بنزلها، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. كان اوردر عيد ميلاد، حبيت اشاركه معاكم عشان اقول لكم كل الاسعار اللي انا بطلع بيها، وتشوفوا كمان افكار جديده للتورت اللي هي بالشوجر شيت واللي هي بالتوبر اللي مرسوم عليه الاشخاص. هنا معايا اول مقاس من الطقم المستطيل. انتوا عارفين المقاس ده بقى بينطلب كتير طبعا من غلو الاسعار، بقت الناس بتاخده ان هم حابين يعملوها بالصورة وفي نفس الوقت ما يبقاش مكلف زي 30 في 40 او المقاس اللي هو الوسط او 40 في 60. انا كنت على طول بشتغل 30 في 40، لكن من ساعة الاسعار ما هي ما غليت كده وهم بقوا بصراحة ما بياخدوش غير المقاس الاولاني. بس الحمد لله، يا رب بس تفضل دايما على كده ونفضل شغالين. بقت بتكلف جامد جدا. انا كان معايا هنا خبزة 2 وكانت معايا بالشكل دوت، عاملة المنشار على 9. المنشار على 9 بيبقى حلو جدا، بيبقى السمك بتاع الكيك بيبقى كويس. هنا كان معايا واحدة كنت شايلاها في الفريزر حتى تلاقوها معصلجة معايا شوية ولونها ابيض اهيت من التلج. ما فيهاش اي حاجة. الاسبونج بيبقى حلو جدا وفريش جدا وكأنك لسه عاملاه لما بتعمليه في وقت تكون ما عندكيش فيه شغل، بتلفيه بالورق الاسترتش بالشكل اللي انا عملته ده وتشيليه في الفريزر، بتطلعيه يفك بيبقى زي الفل وبيبقى حلو جدا، وكمان مش بيحتاج ان انت تسقيه سيرب لان هو بيبقى مندي منه فيه كده، بيبقى تحفة جدا. انما هنا بقيت التورتايه كان الاسبونج الصابح اللي انا خبزته بالليل وقمت اشتغلت في التورتايه الصبح بدري. طبعا احنا في الحر مش محتاج ان انت تشتغلي من بعد الظهر، بجد بجد مش هتعرفي تطلعي شغل حلو خالص. الحاجة هتسيح منك، الكريمة مش هتظبط معاكي. لازم يبقى عندك الفريزر فيه مكان علشان خاطر كل شوية تدخل الفريزر علشان خاطر تشد معاكي وتعرفي تكملي تجليس وتعرفي تكملي باقي التورتايه. شايفين الثلاث طبقات معايا اللهم بارك حلوين جدا. حطيت هنا كريسبي ودفنته في قلب الكريمه زي ما انتوا عارفين، اللي متابعيني عارفين ان انا بحب اعمل الحركه دي علشان ما يفصلش ما بين الكريمه والطبقه اللي فوقيها. هنا معايا بسقي بقى اللي هي الطبقة الاخرانية اللي هي بتبقى الارضية بتاعة الصينية بمعلقة جناش على كوباية مية، بدوبهم كويس وبعدين بسقي كده لحد ما تبقى معايا جوسي وحلوة جدا علشان خاطر تبقى التورتاية كلها طرية وحلوة كده. انا مستخدمه هنا ريتش المتحده، حاطه لي استخدمت بالظبط للمقاس دوت ربع كيلو من الكريمه. مستخدمه ربع الكيلو بحاله، وحاطه لها قطعه من الزبده النيوزيلندي. بعد ما بضربها كويس جدا وخلاص، يعني انا كده شايفه القوام بتاعها حلو، بقوم حاطه قطعه كده ما تكملش 50 جرام. بضربها معاه بتدي طعم حلو جدا، ولما بتحطيها في التلاجة بتدي قوام وبتمسك وبتبقى هايلة هايلة هايلة. جربوها مش هتندموا وهتعجبكم جدا ان شاء الله. انا هعمل لكم فيديو كامل ازاي تعملوا الكريمة تفضل قوامها ثابت وحلوة جدا. هنا بجلس بالسكرابر والاماكن اللي هي الفاضيه بملاها بالمعلقه كده بالسباتولا واملى الفراغات. جبت هنا بقى السكرابر اللي هو المشرشر اللي هو التخينه، وعملت كده تجزيعات من الجناب بتاعه التورتايه. انا مش عايزه التقفيل كويس، كده كده هندريها بالجناش. انا حطيتها بقى في الفريزر عبال ما تجمد، عبال ما اشتغل في التورتايه التانية. ده كان اوردر مع بعضه لعيد ميلاد. فانا هنا بشتغل في الاوردر التاني. خبزت صينيه مقاس 24، وهنا كانت بيضة، وهنا كنت بقشر الاماكن اللي حاساها ان هي محروقه شويه. قطعتها برضو ل3 طبقات، وهنا شلت الطبقه اللي هي بتبقى الاخرانيه بتاعه التلزيق البيض ديت، وبتبقى لما كل الزفاره بتاعه البيض. هنا عملتها بس انا هسقيها باللبن. هنا جبت البرد وهسقي باللبن على اطراف كمان اللي هي حاساها ان هي لونها احمر شويه كده، يعني حاسه ان هي تبقى قاسيه شويه، فانا هسقيها باللبن عشان تطرى معايا وتبقى كويسه جدا.
جبت هنا بقى دلوقتي الكريمة وبجلس بيها، حطيتها كده في الطبقة اللي هي اول ديسك، وحطيت طبقه من الكريمه وحطيت الطبقه التانية، وبرده بسقيها باللبن. اللبن بقى مشكلته حاجه في الصيف، مش هينفع ان انت يعني تسلمي اوردر يبقى بعيد تمشي في الحر، لان هيبقى سريع ان هو طعمه يغير، ممكن يعني يروب، ريحته تطلع. الحاجات دي كلها لازم تاخدي بالك منها. انا الاوردر كان قريب ما كانش بعيد، علشان كده انا سقيت لبن وكنت مطمنه ان هو ان شاء الله مش هيحصل فيها اي حاجه. هنا برضو قشرت اللي هي الطبقه اللي هي القشره اللي هي بتبقى الزياده ديت، وسقيت كويس جدا من الحليب او اللبن. وهعمل قشرة بسيطة من الكريمة، هلم بيها فرافيت التورتة وهدخلها الفريزر تمسك معايا، عشان خاطر اكملها برضو اكمل بقية التجليس بتاع التورتاية. هنا كنت هعملها بالصور اللي هي الطبرات. هنا كنت حطيتها في الفريزر يعني ما كملتش 10 دقايق وطلعتها، وعملت هنا بجلسها بقى اللي هو التجليس النهائي او الفينيش النهائي. طلعت التورتايه المقاس ال24 دي بكام؟ طلعتها ب200 جنيه. الاول مقاس ب270 جنيه. الاسعار بجد بجد كل يوم بسعر انا مش عارفه اعمل ايه. الزباين بقت بتطفش من كتر ما هم بيسالوني على سعر، تيجي بعديها باسبوعين ولا حاجه تقولي انا كنت سألاكي. انا بروح اسال على اجيب الخامات الاقيها والله العظيم زادت، فانا مش عارفه اعمل ايه. كل الاسعار بتزيد وكل الاماكن بتزيد، يجوا عندي ويقولوا لك انتي بتغلي ليه. طبعا كل اللي بيشتغلوا عارفين الموضوع ده. بصوا بقى الفكره دي عشان هي بيضه معايا، انا كنت عاملاها معاكم قبل كده بالشوكولاته، فكنت حاطه قشر من الشوكولاته المبشوره. هنا دي جوز الهند اسمها ضوافر، ادت لها تحميصه كده في الطاسه على النار ناشفه من غير اي حاجه، ما كانش فيها اي مواد دهنيه. بحمص فيها الجوز الهند اللي هو الضوافر ده، وبديه تحميصه بسيطه خالص، بيبقى كمان بيطلع الرطوبه اللي فيه او اي طراوه في جوز الهند بيطلعها، وبيتحمص وبيبقى طعمه حلو جدا وبيدي طعم هايل للتورته. حطيته في الجناب زي ما انتوا شفتوا معايا، وحطيتها في التلاجة لحد ما اكمل هنا باقي التورتايه. جبت الجناش انتوا عارفين ان انا بعمله بحطه في الفريزر، عملته معاكم قبل كده، هبقى اسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وبحطه في علبه محكمه الغلق وفي الفريزر، وبطلع على قد استخدامي في طاسه او في اي كسرولة، ويا دوبك بدفيه على نار هاديه. اللمعه بتاعته بترجع لي تاني وبيبقى زي الفل، وبشتغل بيه دريبات وبشتغل بيه التغطيه كامله، وبيبقى حلو جدا جدا جدا، وطعمه كمان بيبقى في منتهى الروعه. هنا بقى جبت التورتايه بعد ما شدت شويه في التلاجة. انا بقول لكم الجو حر، يا تشتغلي في تكييف يا اما كل شويه يعني هتدخلي في التلاجة وتطلعي في الفريزر وتطلعي. المهم ان انتي تبقي التبريد معاكي مساعد، علشان خاطر تبقى الحاجه شكلها حلو والفينش بتاعها يبقى حلو جدا. شايفين الكتكوته القمر ديت؟ عيد ميلادها كل سنه وهي طيبه. هنا بقى عملت المولد بس المقطع ده اتحذف للاسف. هنا نكمل التورتايه ديت وبعدين هقول لكم عملت ايه في التورتايه اللي هي بالصور اللي هي الطبرات. جبت هنا الشوجر شيت، دهنته بره قبل ما احطه على التورتايه، لان احنا حاطينها كلها جناش. دهنته بالجيل التلميع الشفاف عشان تديني اللمعه ديت، واحافظ عليها لو نزل عليها نقطه ميه ولا حاجه غصب ما تبصي مني، والالوان بتاعتها ما تبهتش على بعضها. عملت برواز كده بالكراميل، وبعدين جبت هنا الكريمه اللي كانت باقيه عندي وعملت وردات كده، يعني وردات ضغطتها جامد عشان تطلع معايا الورده بالشكل الحلو ده، وبعدين وزعت عليها كريسبي ذهبي. وهحط دلوقتي بقى اللي هو الكيت كات،
قصيت صابع الكتكات الاتنين، وحطيت نص كده مع واحدة من الأوريو ده بالوزن. هو تقليد لشركة أوريو الأصلية، بس طعمه حلو على فكرة، والبسكوتة ناشفة جدا ماسكة نفسها كده، وكمان مقرمشة، مش اللي هي طرية أو إن هي بتستطرى، لا حلوة جدا عجبتني. جربوها يعجبكم. أنا جبت الكيلو ب100 جنيه، جبت منه ربع كيلو، قلت هجربه بعدين هشوف لو عجبني هشتغل منه، ما عجبنيش خلاص. حطيت بقى في الاربع اجزاء البرواز، حطيت عين جمل متقشره، ووزعت كريسبي كده من اللي هو البابلز اللي هو الكبير، وكمان رشيت في الجناب من الكريسبي الذهبي كده بشكل عشوائي، وحطيت كريسبي بابلز من تحت من اول التورتايه كده بدل ما اعمل روزيتات. حطيت اللي هو الكريسبي البابلز دوت، ادى شكل معايا حلو جدا، وكمان كانت شكلها قيم قوي بجد، الصورة ظلمها حقيقي. هنا عملت بقى بالمولد، كتبت هنا مليكة، عملت هنا اسمها، ودهنته بالدست الذهبي، ورشيت شوية من الدست الذهبي كده يعني عشان انطق التورتايه وتبقى كلها بتلمع بالشكل دوت. شايفين؟ اللهم بارك. ده الشكل النهائي. قولوا لي رأيكم فيها ايه، وقولوا لي اسعارها كده حلوة ولا لا.